المادة 38 من المرسوم 2/10/420. علامات قف. كلشي عارف أنه واجب علينا نوقفوا ونعطيو الأسبقية لليمين ولليسار حتى تخوى الطريق عاد ندوزو. ولكن اللي ما عارفينش الناس بزاف هو أنه علامات قف منين ما كيكونش الخط الأبيض قبل علامات قف فخصني نمشي حتى لقارعة الطريق، يعني حتى لملتقى الطرق، نفوت العلامات قف تتبان لي الطريق عاد نوقف، ما نوقفش قبل العلامات قف. وهذا الشيء اللي كيقول القانون كما غادي نسمعوا دابا. كاين جوج حالات، كاين واحد القف غير البلاكه ما عندها لا خط لا والو حدا، وكاين واحد القف عنده الخط، واحد الخط عريض 45 سنتيمتر جاي هكا ترونسفيرسال مع الطريق عريض 45 سنتيمتر. دونك الا كان عندنا الخط اجباري نوقفوا في الخط، هذا باين ما فيش اللبس. اللبس فين كيجي؟ البلاكه ما كاينش خط، كيقولوا الاعوان انك خصك توقف في البلاكه وتعاود في التقاس باش تعطي الاسبقيه. هادشي اللي تنسمعوا. الماده 38 من المرسوم 2/10/420 يجب على كل سائق في التقاصات المعلن عنها باشاره قف ان يتوقف في حدود القارعه التي يستعملها. تحد نوقف تقاص يعني فين يتلاقاو الطرقان، تمام، لونغل تمام، في ديك الزاويه فين يتلاقاو، ماشي عند البلاكه. قانون الماده 38 من المرسوم 2/10/420. وملي توقف في التقاص ضروري خصها تخوى حركه السير وتدخل. كما شفنا هذا هو القانون، وسبق لنا هضرنا على هذه القضيه وبزاف اللي قال لك لا خصك توقف عند علامات قف. السلام عليكم.